أحيانا يتساءل الإنسان لماذا عذاب الكافرين شديد؟ لماذا؟ لأن الدلائل بينة واضحة. أنت لا أعطاك الله عقل ونظر وبصير، لكن أنت غفلت. المشركون والكافرون غفلوا، لذلك قال فهم غافلون، يعني غافلون عن آيات الله، غافلون عن التأمل والتدبر في ملكوت الله، غافلون عن الاستدلال بالمنظور قبل المتلو والمقروء على الله جل وعلا. فهم غافلون يستحقون العقوبة والجزاء، لأن كل شيء حولهم. ومع ذلك وليست أشياء بعيدة، براهين بعيدة، قال هنا جل وعلا آية لهم. آية يعني تدل على المدلول بعين المذكور دون حاجة إلى شمول أو قياس أو واسطة. لكن لما جاء موسى عليه السلام قال جل وعلا له، قال في مرة آية أخرى، وقال مرة فذلك، قالوا لفرعون فذلك برهانان من ربك، قال جل وعلا لموسى فذلك برهانان من ربك، فنوع بين البرهان، لأن في شيء يحتاج إلى مزيد تأمل، وفي شيء هو آية مباشرة.